مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم، قناة الجزائر فوت، قناة الكرة الجزائرية وأخبار المنتخب الوطني الجزائري. بداية ما تنسوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش دعمنا باش يلحقكم الجديد نتاعنا. في حلقة اليوم جيت مرة أخرى نتكلم على انتقال بولبينا إلى قطر. تقول لي كثرت الهضرة على بولبينا. احنا نتكلموا على حساب واش راهو يدور في المواقع، واش راهو يدور في القنوات، واش راهي يعني تستقبل الناس. احنا الهدف نتاعنا من القناه هذه انه نوعوا الناس بالشيء اللي نقدروا عليه. كي نشوفوا امور تمشي نوعوا الناس، نحاولوا اننا نوعوا الناس، والمشاهدين عندهم عقل يقدروا يعني يعرفوا الصح من الخطا. اذا شايفيني خاطئ يعني انا ما نفرض ارائي حتى على احد، لكن انا لما نشوف حاجه نلقاها غلطه ونلقاها ممكن تدير مغالطات، وهذه المغالطات ممكن حتى تاثر على مستقبل المنتخب الوطني، انا نتكلمها صراحه على حساب ما راني نشوف. شفت واحد المقطع ولا شفت زوج مقاطع اليوم، جيت نتكلم عليهم في الاثنين، واحد في واحد كما يقولوا. شفت فيديو تاع عمار عمور، اللاعب السابق تاع اتحاد العاصمه، اللاعب الخلوق جدا واللي نحبه كثير كثير كثير، وانا صراحه كنت ندخل الملعب على جال باش نتفرج عليه بكل صراحه. كاين لاعب اخر شاوش، المهاجم تاع بلوديه الجزائر، يعني لاعبين لعبوا كره قدم، يعني لما يتكلموا نحترموا ارائهم على الاقل. عمار عمور يقول هو حضر في حصه مع حنيفي في الشروق. تحس بانه الحنيفي كان يعني يفرض عليه انه يقول، او كان يحشر فيه في زاويه انه يقول انه بيتكوفيتش هو سبب ذهاب بولبينا الى قطر. وعمور طاح في الشبكه نتاعو وقالها، قال لك كنت نستنى انه يلعب في المنتخب الوطني، كنت دعرت في اوروبا وكنت حاب نشوفه في اوروبا، 22 سنه عنده امكانيات كذا. قراو في اليوتيوب الفيديو اللي يحب يشوفه يشوفه، ما نزيدوش نديروا الفيديوهات تاع الناس بداو يزحفوا. قال لك راك تحط لنا فيديوهاتنا يا اخي، او كاين في اليوتيوب، روح دير الشروق تي في يطلع لك الكلام تاع عمور. وكاين كلام اخر دوك نعلقوا على عمور، وكاين كلام اخر تاع شاوش. تكلم كيفاش راح بولبينا الى قطر. تكلم بانه وكيل الاعمال تاع بولبينا هو ابن الرئيس تاع يعني بارادو، وقال بانه كان فيه اصرار من المدرب السابق باش يجيبوا بولبينا. هذا واضح جدا. ولكن في الاخير شاوش قال كلام ماشي ما عجبنيش، انا نخالفه فيه. هو رايه لكن انا نخالفه فيه. قال ممكن انه يروح الفريق كبير في اوروبا، وحتى عمورة قال ذا الشيء. قال صلاح مثلا، اضرب مثال بصلاح، مثلا راح من نادي صغير في سويسرا، بعد راح لاوروبا. دونك نجو نتكلموا على التعليقات الاثنين. اولا نبدا بكلام عمور. يا عمر عمور، انت لما تجي تقول لي لو كان المنتخب الوطني او بيتكوفيتش استدعى بولبينا، لا راح ممكن يروح الى نادي اوروبي او جا عرض اوروبي، صح؟ كانوا يقولوا لنا قبل تربص يا سي عمار عمور انه عنده عرض من ريال بيتيس، كانوا يقولوا لنا انه عنده عرض من ليون، كانوا يقولوا لنا انه عنده عرض من اندرلخت، من عده انديه. ومن بعد في الاخير خرج فقط عرض اول سيتي هو الوحيد اللي كان صحيح صح. هذه من جهه. من جهه اخرى، ذهاب بولبينا مباشرة بعد التربص، ذهاب بولبينا مباشرة بعد التربص، نكاد نبصب لكم بال 800 مليون انه كان متفق مع بالتحيل قبل التربص، كانوا ينتظروا في التربص باش يفعلوا ما القيمه نتاعو، وانا مسؤول على كلامي. والا كيفاش كمل التربص من نسمانا سيد سينيا؟ كيفاش لذي الدرجه يعني؟ بالخف يعني باينه من الاول كانوا متفقين. انا مع قدوم جمال بالماضي اكيد كان من الاول، وجمال بالماضي تعرفوا بانه اتفق مع اداره التحيل من شهر مارس ولا من وين، ماشي البارح فقط سينيا، الاسبوع الماضي ولا نهار اليوم الثالث تاع العيد كان الامضاء، لكن الاتفاق كان قبل 3 ولا 4 شهور. يعني بولبينا كان في الحساب، وبولبينا كان متفق وكل شيء كان مدروس. كانوا ينتظروا في المنتخب الوطني باش يرفعوا له السومه نقطه الى السطر. هذه واحد ما يكلخ لي فيها. باينه يا جماعه باينه، خاصه لما نجي نتكلم على السيناريو اللي قالوا شاوش، انه وكيل الاعمال تاعو هو ولد الرئيس السابق. نعرفوا العلاقه الكبيره بين الرئيس الرئيس السابق، نعم الرئيس السابق تاع الاتحاديه، نعرفوا العلاقه الكبيره بين بالماضي والرئيس السابق. يعني كل شيء، كل الامور تدل على انه كل شيء كان مهيأ. هذا نمبر 1. نمبر 2، نمبر 2 بذكرنا لاور سيتي. قولوا لي، قول لي يا عمار عمار، قول لي برك، قول لي برك، بلومي شحال لعب الماتش مع ليكيب ناسيونال؟ راح لاوروبا. بلومي راح لاوروبا، راح للبرتغال،
بلومي وين راح؟ راح للبرتغال وكان هداف ويسجل ويلعب، ومن بعد راح لهول سيتي. هل لعب للمنتخب الوطني؟ رغم انه الوالد نتاعو اسطوره من اساطير الكره الجزائريه، بلومي. وعلاش ما درتوش ضجه ذاك الوقت؟ وعلاش ما درتوش ضجه ذاك الوقت؟ ولا ذاك خلينا. لا، كونكم شويه ما تكونوش شعبويين يا عمور. راك تطيح مع واحد الصحفيين شعبويين يطيحوك في الشعبويه من دون انك تحس. يلا جاوبني، جاوبني. والمفروض انه بلومي راه من الغرب، راه من جهتك، المفروض كان عليك يعني هذا الشيء تعرفه. عده لاعبين. نروح لكم الامر اخر. المفروض انه آه يعني بارادو عنده الخبره في تسويق اللاعبين الى اوروبا. هل تطراوي اللي النصر يطالب به في المنتخب، ونتمنى انني نشوف في المنتخب، هل لعب مع المنتخب الوطني باش راح الى اوروبا؟ كيفاش سوقته بارادو؟ وعلاش سوقوا لاوروبا؟ الملالي شحال لعب الماتش مع ليكيب ناسيونال باش راح لاوروبا؟ ولاني غلط؟ عده لاعبين راحوا لاوروبا. عموره راح لاوروبا من دون انه يلعب من المنتخب الوطني، وبالتالي السبه هذه نتاع كان ينتظر في المنتخب الوطني باش يروح لاوروبا ما كاش منها. كاش منها. والمنتخب الوطني ما يديرش الطريق للاعبين، هذه فوتوها يا جماعه. اللاعب اللي يروح لاوروبا يروح، ما ينتظرش المنتخب الوطني. المنتخب الوطني سيليكسيوني لي جوار اللي يستاهلوا ويستحقوا. وهذه بين قوسين بولبينا ادى موسم مليح في الدوري الجزائري. مي بالنسبه لي انا سي با ان جوار كونفيرمي، ماهوش جوار كونفيرمي. وقتاش يكون كونفيرمي؟ كون بقى واكد المستوى نتاعو، يكونفيرمي المستوى نتاعو، ولا راح المستوى اوروبا او اكد المستوى نتاعو، انا نقول لك هذا جوار كونفيرمي. لكن موسم واحد وهداف وفي بطوله كما تاع الجزائر ماهوش بالنسبه لي مازال مش جوار كونفيرمي باش نفرضوا في المنتخب الوطني. سمحوا لي، ما تجيش تقول لي بن رحمه كذا كذا. بن رحمه خير مدرب، وبن رحمه عنده خبره، وبن رحمه لاعب من قبل، ماهوش لاعب في المنتخب. وعديد من المدربين عندهم ذي النظره، رغم انني نقول باني ضد قدوم بن رحمه. لكن عده مدربين مثلا دي شون كان يشوف جيرو لازم يحضر، لانه لعب معه من قبل، حتى ولو هبط مستواه وراح في انديه ضعيفه كان يستدعيه. مثلا اسبانيا الى حد الان مازال يستدعي موراتا رغم انه احتياطي في تركيا، لكن مازال يستدعيه. هذه خيارات مدربين انت ما تقدرش تدخل فيها. لكن اللاعب اظهر موسم واحد في 22 سنه تجي تقول لي انه لازم يكون في المنتخب الوطني؟ يا اخي المنتخب الوطني موش يدير يعني الخاتم للاعبين في صباحتهم. هذه من جهه. نجي نتكلم على كلام شاوش. كلام شاوش كله كنت متفق معه، الا انه قال بانه صلاح كان في نادي صغير وراح. اولا شعل من الجوار راح لقطر ومن بعد راح لاوروبا. المساكني وما ادراك ما المساكني. المساكني كان يسوق افريقيا. تعرفوا واش معناتها يسوق افريقيا؟ اللي تفرج كاس افريقيا 2013 والمباراه تاع الجزائر وتونس يعرف هذا الشيء. اللي كان يشوف المساكني في دوري ابطال افريقيا يعرف هذا الشيء. المساكني وما ادراك ما المساكني. المساكني اللي لو تجي تقول بولبينا امام المساكني، بولبينا لا شيء. بولبينا مازال ما دار والو. ممكن نتمنى انه مستقبلا يكون خير منه، لكن حاليا بولبينا لا شيء امام المساكني. هل راح لاوروبا؟ ما راحش، لانه راح لقطر وتحطم. قطر مقبره اللاعبين، اللي حب اللي ما حبش حاجته. تجي باش تقول لي يروح كذا كذا، سمحوا لي. الان تجي تقول لي بالماضي كانوا نروح نديك للدوري البرتغالي لعام ولا عامين. بلومي راح من للدوري البرتغالي، ما راحش لقطر وداوه. علاه نروح لقطر ويديه؟ هو عمام من يديه خاصو اللي تقوى عجوزه تقودوا. نعرف ان وكيل الاعمال هو اللي يدي اللاعب، ماشي مدرب تاع نادي اخر. الا اذا كان المدرب تاع ذاك النادي والوكيل تاعو حاجه واحده اخرى. هذيك اذا كان ذاك المدرب يخدم وكيل اعمال هنا امر اخر. هذيك حاجه واحده اخرى. قال له روح عندي ويسوقك. انا جامي شفت مدرب يسوق لاعب. المهم ماهوش موضوعنا، باش ما نخرجوش من الموضوع. نرجع لكلام صلاح. شاوش قال لك حتى صلاح يا سي شاوش. صلاح راح في عمره 19 سنه نادي بازل ماهوش التحيل، والدوري السويسري ماشي الدوري القطري. بازل سي لوروب. نهار يا سي شاوش صلاح راح بازل كان يلعب فيها سومر اللي راهو حارس الانتر هذا الموسم اللي راح لافينال، وهو اللي اهل الانتر لافينال. كان فيها جرانيت تشاكا اللي كان اللاعب تاع باير ليفركوزن، ومن بعد من بازل راح لجرادباخ، ومن بعد راح لارسنال، ومن بعد راح ليفركوزن. كان معاهم شاكيري اللي بعدها بعام ولا عامين راح للبايرن. كان معاهم ابراهام اللي بعدها بعام راح للازيو. عندهم لاعبين، عندهم فراي الهداف التاريخي نتاع سويسرا. يعني كان عندهم لاعبين خبره ولا شبان اللي بعد ذلك راحوا الى انديه كبيره في اوروبا. ما تجيش تقول لي التحيل يا اخي. ما تجيش تقول لي التحيل.
تقول لي تحيل كيما بازل، وزيد بزياده بازل في ذاك الموسم كان يشاركوا في اوروبا او في ديك المواسم باستمرار، ويتالقوا في الدوري الاوروبي، ويتالقوا في دوري ابطال اوروبا. في 2012 2013 بازل كان في مجموعه مانشستر يونايتد، هو تاهل للدور الثاني ومانشستر يونايتد خرج من دور المجموعات، وبازل خرج في الدور الثاني من البايرن تاع هاينكس اللي سيطر على كل تلك المباريات وفاز بدوري الابطال اوروبا، واللي هزم برشلونه 3-0 4-0 الي روتور 7-0. بازل خرج مع البايرن، لذلك بازل ثم ما كانش فريق. ومن بعد شحال قعد فيها انت الان كي تجي تقول لي بولبينا اللي في عمره 22 سنه تديه عند بالماضي ومن بعد العام يديه الى البرتغال او خسر كثير يا اخي. 24 سنه في اوروبا راك لاعب كبير. ما تقوليش محرز، محرز حاله خاصه. محرز وصلاح المفروض اصلا ما تضربش المثل بصلاح، لانه صلاح ومحرز حاله خاصه في الكره العربيه. معليش نكمل لك على صلاح. صلاح كي كان في عمره 21 سنه قلع تشيلسي، في 21 سنه كان صغير على بولبينا، خلاص كمل مع بازل راح لتشيلسي. مورينيو حضروا حطوا في الرومبلاسون هو ودي بروين. واش دار صلاح؟ ما قعدش يستنى، برفد روحه وراه. هذا اللاعب تسميه لاعب عنده طموح. صلاح باش يلحق لهذا المستوى من صغره عنده طموح. جوار كان مطراسي الكارير نتاعو، ما يحطش الكارير نتاعو في ايادي مدربين ووكلاء اعمال وسماسره. لا خويا اسمح لي، هذا نتكلم على المستوى الرياضي. المستوى المالي ربي سهل عليه، وانا مانيش ننتقد في خير اللاعب، هو حر، ربي سهل عليه. خير الدراهم ربي سهل عليه وربي يبارك له في دراهمه وبصحته. انا نتكلم على الناحيه الرياضيه وضرب المنتخب الوطني من تحت لتحت. هذه الشعبويه انا اللي ما نحبهاش. اذا صلاح من بعد واش دار؟ صلاح راح لفيورنتينا اضرب عامين، راح لروما اضرب عامين، 2017 لقى روحو وين؟ 2017 2018 في ليفربول، والان راه اسطوره ليفربول عبر التاريخ. لاعب ما تغرليش يا سي واش فارق. 19 سنه كان في بازل، 21 سنه سي بون راح لتشيلسي، 21 سنه كان في تشيلسي. انت السيد في 22 سنه راه نزيدك معلومه. صلاح هل راح الى الحق ليفربول بالمنتخب الوطني؟ لا، الحق باللعب نتاعو، بالتطور نتاعو، بالتالق نتاعو. ما انتظرش مصر دلو اسم ولا دلو تاريخ من الاخير. اذا اخطونا من الشعبويه. اللاعب كان خياره قطر، كان خياره الدوري القطري، كان خياره التحيل قبل اصلا تربص المنتخب الوطني، وكان في اتفاق من قبل وبصحتهم. اللي دا واللي نجح واللي ربح. اما تجي تكذب عليا وتقول لي ممكن يروح لاوروبا، ما كاش اوروبا من قطر. ما اوروبا مش مهابين يدي جوار يلعب في بطوله ما شوف يا جماعه، اللي يلعبوا في قطر مش كره قدم، هاي يلعبوا بلا جمهور. ما يقدرش واحد من اوروبا يدي لاعب يلعب بلا جمهور. اكون راه يحترفوا اللاعبين القطريين. هنعلو بليز، ما تكذبوش على الناس. اذا اعزائي المشاهدين، نتمنى التوفيق لكل اللاعبين والمنتخب الوطني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.